مدرب اتحاد جدة يحسم في مصير حمد الله. ألونسو يسعى إلى ترميم صفوفه بصفقة مغربية. إشبيليا يعول على النصير وبونو لإنعاش خزينته. نجم الأسود محط اهتمام بطل دوري أوروبا. برايتون الإنجليزي يعرض مبلغا ماليا ضخما لضم أبو خلال. فريق تركي يستهدف التعاقد مع ماجي. الياميق يحدد شروطه للانتقال إلى الدوري السعودي. بلال الخنوس بصمة مؤثرة. السلام عليكم متابعي قناة المنتخب نيوز، شكرا على تفاعلكم، شكرا على دعمكم المتواصل، ولا تنسى تشجيعنا بخطوتين: الاشتراك في القناة ودعمنا معنويا بضغطك على زر الإعجاب. كشفت تقارير إعلامية عربية بأن بونو سانتو مدرب اتحاد جدة السعودية يتمسك ببقاء الدولي عبد الرزاق حمد الله رغم التعاقد مع كريم بنزيما. وحسب قناة الدوري والكأس القطرية فإن المدرب البرتغالي لعميد كرة السعودية يتشبث ببقاء مهاجم الأسود مع الفريق بالرغم من شراء عقد النجم الفرنسي بنزيما أحد أساطير ريال مدريد. وكانت العديد من التقارير الصحفية أفادت بأن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تدرس بيع الدولي حمد الله عقب نهاية الموسم الماضي، وذلك بعد التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما. ويرفض البرتغالي سانتو رحيل ابن أسفي خلال سوق الانتقالات الصيفية. أبدأ تشافي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألمانية رغبته في التعاقد مع الصمد الزلزولي لاعب المنتخب المغربي. وأكدت مصادر إعلامية أجنبية بأن تألق الزلزولي مع أساسونا الموسم الماضي حيث لعب معارا من برشلونة. ومن المنتظر أن يقدم مسؤول الفريق الألماني عرضا رسميا لنظرائهم البارسا بتوصية من ألونسو. وقاد الزلزولي المنتخب الأولمبي إلى الفوز صعبا على غينيا أمس السبت في افتتاح كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة. يخطط فريق إشبيليا الإسباني لبيع يوسف النصيري ومواطنه ياسين بونو خلال مرحلة الانتقالات الصيفية من أجل إنعاش خزينته. وأكد موقع فاموس من سيفيا أن فريق الأندلسي يدرس بيع بونو والنصيري في إطار استراتيجيته الجديدة التي يواجه بها تحديات الموسم الكروي المقبل. وقال المصدر ذاته أن الفريق الأندلسي لن يبيع النجمان المغربيان إلا في حالة وصول عروض مناسبة. وأشار إلى أن الفريق المذكور حدد سقف بيع عقود لاعبين في 60 مليون يورو كحد أدنى لانتقالهما. وشدد على النادي الإسباني حدد قيمة الانتقال اللاعب بين 20 و 25 مليون يورو للحارس بونو وبين 35 و 4 مليون يورو للمهاجم النصيري. انضم مانشستر سيتي إلى سباق التعاقد مع المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسية. ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية يريد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحفاظ على قوة الفريق من خلال إبرام صفقة جديدة بالتزامن مع الرحيل المحتمل للثنائي كايلر ووكر وجواو كانسيلو. وأشارت الصحيفة الإسبانية في تقرير لها إلى أن مانشستر سيتي مستعد لدفع مقابل مبلغ كبير لإقناع بي اس جي بالتخلي عن حكيمي هذا الصيف. ويرتبط الظهير المغربي بعقد مع حديقة الأمراء حتى صيف 2026. وأوضحت الصحيفة أن الموسم الأخير المليء بالنجاحات سيجعل من الصعب أن يرفض أشرف حكيمي فكرة الانتقال إلى مانشستر سيتي بعد الثلاثية التاريخية. كشفت إدارة فريق برايتون الإنجليزية عن عرضها المالي من أجل التعاقد مع زكريا بوخلال لاعب فريق تولوز الفرنسي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية. وأكدت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية أن فريق برايتون الإنجليزية قدم مبلغ 9.9 ملايين يورو من أجل التعاقد مع الدولي المغربي. وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قد كشفت في وقت سابق أن زكريا بوخلال لفت أنظار أندية برايتون وريال بيتيس وباير ليفركوزن. وقالت إن نادي تولوز اشترط الحصول على 15 مليون يورو مقابل بيع لاعبه المغربي. يذكر أن مهاجم أبو خلال كان قد انتقل لنادي تولوز الفرنسي خلال فترة انتقالات الصيفية الماضية قادما من أكمار الهولندي.
أبدى فريق طرابزونspor التركية رغبته الكبيرة في التعاقد مع الدولي المغربي رايان مايي مهاجم فريق فرانكفورت المجرية خلال فترة انتقالات الصيفية الحالية. وأكدت قناة التركية أن طرابزونspor التركية قدم عرضا ماليا حددت قيمته الإجمالية في 4.5 مليون يورو من أجل شراء عقد الدولي المغربي رايان مايي. وأكدت مصادر أن رايان مايي غاب عن المنتخب الوطني المغربي لمدة طويلة، تعرض للإصابة قبل أن يوجه له وليد الركراكي الدعوة قبل انطلاق نهائية كأس العالم قطر، غير أنه أسقط من اللائحة النهائية. حدد جواد ياميق المحترف في صفوف فريق بلد الوليد الإسبانية شروطه من أجل الانتقال إلى الرياض السعودية خلال فترة انتقالات الصيفية الحالية. وأكدت مصادر نقلا عن مصادرها الخاصة أن الياميق طالب بعرض يوازي طموحاته المالية للتوقيع في صفوف نادي الرياض، وهو الأمر الذي يبقى نقطة خلاف حتى الآن بين اللاعب والفريق السعودي الصاعد حديثا لدوري روشن السعودية. وأشار ذات المصدر أن الياميق تلقى اتصالات أخرى من بعض الأندية السعودية الراغبة بدوره في التعاقد معها في دفعة إلى التريث أكثر قبل حسم وجهته المقبلة، خاصة أنه بات مستعدا للرحيل عن بلد الوليد في الصيف الحالي. بعدما كان ضائعا في الشوط الأول في الوسط إذ بقي يتألق في الشوط الثاني بشكل كبير، ووجد نفسه في الوسط من خلال تمريراته المحكمة وتحركاته وتلاعبه بلاعب الخصم، وكان يميل أكثر للجهة اليسرى وأبدى انسجاما كبيرا مع الزلزولية حيث وجد العديد من الحلول، وكان من اللاعبين الذين تألقوا في الشوط الثاني.